لكل اللي عامل دايت او ماشي على اي نظام غذائي، يلا بينا نعمل عيش السن بتاع الافران بطريقة سهلة وبسيطة، ما يختلفش خالص عن الفرن في حاجة غير ان انت عاملاه بايديكي وضامنة نظافة كل حاجة. المكونات بسيطة وسهلة ومش محتاج مجهود وبيتعمل في وقت حلو قوي. يلا بينا نخش على المكونات ونخش على الطريقة. اهلا بيكم حبايبي، منورين قناه بيتو وبيتو تشانل. معاكم داليا. هنعمل النهارده العيش السن بطريقه بسيطه خالص زي ما انتم شايفين كده. معايا نص كيلو دقيق القمح الكامل او الدقيق الاسمر. زي ما انتم شايفين شكله كده بيبقى مش ابيض قوي، بيبقى يعني تحس ان هو داخل فيه شويه رده او نخاله، فبيبقى مكتوب على العبوه او على الكيس دقيق قمح او دقيق الحبه الكامله او الدقيق الاسمر. هعاير لكم النص كيلو بالكوبايه عشان الناس اللي ما بتحبش الموازين او ما عندهاش ميزان تقدر تعمل بالكوبايه. كل المقادير هكتبها لكم في الفيديو. تمام. انا هعاير دلوقتي بالكوبايه ديفولت العاديه اللي موجوده في كل بيت نص كوبايه من نص كيلو من الدقيق الاسمر. هيعاير حوالي 4 كوبايات ونص زي ما انتم شايفين كده من الكوبايه دي 4 كوبايات ونص. تمام. طبعا عاوزه تعملي اكتر تعملي كيلو على بعضه اعملي، بس امشي بنفس الايه المكونات. معايا بقى هنا ربع كيلو دقيق ابيض عادي اللي هو متعدد الاستخدامات، الدقيق العادي اللي موجود في كل حته متعدد الاستخدامات. هعاير برضو الربع كيلو، هعايرهم بالكوبايه هيطلعوا حوالي كوبايتين وربع. تمام كده. المكونات بسيطه وسهله. معايا كمان 8 كيلو رده، 8 كيلو ردة هحطها برضو في الكوباية. الردة اللي هي مش خشنة، الردة الحلوة اللي يعني الناعمة. معايا ال8 كيلو عملوا ايه؟ ال8 كيلو زي ما انتوا شايفينه عملوا كوباية وادي معلقة، ادي معلقتين كبار، يعتبروا عملوا كوباية ومعلقتين كبار. تمام. لحد كده مفيش اي صعوبة. المكونات هتلاقوها عند اي عطار، عند اي علاف، في اي سوبر ماركت. الموضوع سهل. هخلط كده المكونات دي بايديكي او بالعجان براحتك. بعد كده بقى هبتدي ان انا اضيف عندي خميرة وعندي ملح وسكر. تمام. بالمعلقه الكبيره بقى هنضيف المكونات دي. هضيف معلقه كبيره خميره او باكو خميره فوريه، ومعلقتين كبار سكر، ونص معلقه كبيره ملح. تمام. هبتدي اخلط تاني المكونات مع بعض عشان كله يبقى مندمج. ميبقاش ناقص دلوقتي غير ان انا اعجن بالميه. طبعا عشان حاطه في المكونات خميره لازم تبقى الميه دافيه. تمام. ولا هياش سخنه وما هياش بارده، تكون دافيه. هبتدي بقى هعاير الميه وهحطها برضو وهقول لكم اخدت قد ايه. هحط بقى اول كوبايه ميه كده ونشوف كام كوبايه. تمام. طريقه سهله قوي قوي وبتعمل كميه حلوه، وممكن طبعا يتفرز ويتحط في الفريزر مفيش مشكله. دي الكوبايه التانية. هحط كمان نص كوبايه. هكتب لك كل المقادير اثناء الفيديو على بعضيها عشان ما تلخبطيش نفسك، وهكتبها لكم بالكوبايه عشان الناس هكتبها لكم بالكوبايه وبالوزن عشان برضو الناس اللي بتحب تشتغل بالميزان. انا حسيت كده ان العجينه لسه ناشفه شويه فحطيت لها كمان نص كوبايه. اوكي. واعجن كويس. تمام كده. انا شايفه ان العجينه بقت جميله جدا، طريه ومش ناشفه وفي نفس الوقت فيها تلزيقه بسيطه. يبقى انا كده عندي المقدار اخد 3 كوبايات، بس انا هكتب لكم في المقدار في المقادير 2.5 عشان النص زياده ده على حسب الدقيق اللي بتستخدميه. فخلينا 2 كوبايتين ونص، ونزود بقى بالراحه، نزود بقى ايه شويه بشويه لحد ما نلاقي العجينه زي ما انت شايفاها كده اهو طريه وبتلزق حاجه بسيطه.
تمام. هغطي طبعا البوله بتاعتي، او هنقلها في بوله تانية عشان هحتاج العجان، فهسيبها تخمر تاخد وقتها. انا بصراحه في الشتاء بدفي الفرن، بشغل الفرن كده يتدفى وبعد كده افصله واطفيه، وبعد كده اقوم حاطه الحاجه اللي انا عاوزه اخمرها، عشان الشتاء بتبقى التخمير ضعيف قوي وبطيء. انا حطيتها كده في بوله، هغطيها بستريتش او بكيس وبفوطه واحطها. تعالوا بقى نشوفها بعد ما اتخمرت. تمام اهي، شايفين ضعف الكميه بتاعتها وخمرت وبقت تحفه اهو. ههبط بقى التخمير بتاعي كله، وابتدي بقى ايه اقسم العجينه او اقرصها. بس ايه، هجيب الاول هحتاج كوبايه معايا كده احتياطي، كوبايه رده برضو. انا مش هستخدمها كلها، انا ممكن استخدم نصها او 3/4 بس. ايه هحط بقى شويه كده على الرخامه، وهاخد القطعه بتاعتي واكورها كده واقوم حطاها على الرده. اوكي، فالتلزيقه دي مش هتضايقك، يعني الرده بقى من فوق ومن تحت، وبالنشابه كده ابتدي افرد. احاول على قد ما اقدر اخليها دايره، لو مش عاوزاها دايره ممكن تخليها بيضاوي اللي انت حباه. بس اهم حاجه ان انا افرد او ابطط ويكون السمك حوالي نص سنتي، ما تفردهاش قوي، عشان ما تبقاش رقيقه قوي، تبقى نص سنتي عشان يبقى فيه قعر وش، يعني يتنفخ، عشان يتنفخ ما يبقاش يعني رفيع قوي. اوكي، وبعد كده هقوم حطها على طول على صينيه او على صاج زي ما انت بتعملي او متوفر عندك. تمام كده. هعمل واحده تانية كمان قدامكم. طبعا عاوزه تكبري عاوزه تصغري براحتك، بس هو الحجم ده تقريبا نفس الحجم بتاع الافران اللي بيعملوه اهو. بحط اهو على الرده، واحط من فوق ومن تحت رده، وبالفراده او النشابه او حتى بايديكي لو ما عندكيش، بس تبططي لحد ما يبقى السمك حوالي نص سنتي زي ما قلت لك. تمام، بصوا ما بتلزقش ولا مضايقاني ولا اي حاجه. هكمل الكميه وارجع لكم. كده انا عملت اول صينيه، وطبعا لسه باقي كميه العجين والرده. هكمل بقيه الصواني، وبعد ما اعملهم كلهم هسيبهم يخمروا ويرتفعوا شويه، مش هدخلهم الفرن، هسيبهم يخمروا وهوريه لكم بعد ما يرتفع شويه ويرتاح. هوريلكم شكله هيبقى عامل ازاي. ادي شكله اهو، شايفين ادي ارتفع شويه، وكمان انا استنيت عليه شويه كتير فابتدى ان هو يتنفخ من غير ما يدخل الفرن. شايفين السمك حتى ابان ان هو بقى عالي شويه. يدخل على اعلى درجه في الفرن، وكمان هكون مسخنه الفرن قبليها بربع ساعه. وادي شكله بعد ما خرج من الفرن، زي ما انتم شايفين شكله خطير خطير خطير. شايفين جميل قوي وطري ومنفوخ وحلو قوي. تمام، اخد حوالي 12 دقيقة او ربع ساعة بالكتير، وطلع بالشكل ده. يلا بقى نفتحه ونشوف من جوه شكله ايه. ده الكمية كلها دي، المقدار كله عمل بصراحة كذا رغيف حلو قوي اهو. طبعا تقدري ان انت تفرزيه وتحطيه في الفريزر، تعبيه في اكياس وتحطيه في الفريزر. الحته البيضاويه دي كانت اخر حته في العجين، فعملتها كده شكل ايه بيضاوي. تعالوا نفتح بقى ونشوف من جوه. ولسه على فكره سخن، يعني بصوا اهو بيطلع بخار. واو، شايفين شكله تحفه من جوه. انا شايفه ان هو صحي حتى للاطفال، وخصوصا ان هو فيه رده حلوه فبيبقى سهل في الهضم. شايفين جميل ازاي؟ ينفع بقى يتعمل ساندوتش، ينفع يتاكل باي حاجه، تغمسي بيه اي حاجه. حتى اللي قابب جزء قابب وجزء مش قابب بيتفتح على فكره بكل سهوله، يعني ما تتضايقيش لو كل الرغيف مش قابب، عادي هيتفتح معاكي. شايفين شكله عامل ازاي؟ اهم حاجه ما تخليهوش رقيق قوي، خليه حوالي نص سنتي واديله فرصه يخمر تاني. ادي الكميه اللي احنا عملناها. اتمنى الفيديو يكون نال اعجابكم، وكل اللي طلبوا مني الفيديو بتاع عيش السن يشوفوه. شايفين حلو قوي وطري وطعمه جميل جدا وتحفه. ما تنسوش اللايك وما تنسوش الشير عشان اتشجع واعمل فيديوهات اكتر واكتر. وتابعوني على جروب البيع، جروب بيتو للشوكولاتة والحلويات بالعربي على الفيسبوك. والى اللقاء في فيديوهات جديدة. ميرسي ليكم.